العلوم كانت تتناقل سماعا دي زمان بوسا إلا تساويل إلا فلاش ديسك إلا سيدي الكاميرا إلا كذا إلا كذا إلا تاويل ذي زمان نزيك ولاش يعتمد على السماع. لذلك القرآن الكريم نقل إلينا عن طريق السماع تواترا، بطريق التواتر. يعني ويسلاغيوا على من بظن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يسلسي جبريل واللي هو سفير الأنبياء الناقل للوحي الطاهر من الله عز وجل إلى المرسلين سماعا. ذاك القرآن ولزمات نغرس لو كان في غير كان بادم كان بلا ما يسلايس ويتسينا الأحكام. لو كان كاين غريد مثلا ألف لام را الدكل أم كي تدغرض نغ ألف لام ميم تدغرض ألم تسمى ماشي ألم ألف لام ميم أنسيك ديك وكا خطر عن طريق السماع. وطبعا أنت الأحكام، ولكن قبل ما تفهمت الأحكام هي الأحكام اللي أنت أصلا اللي أنت. وقد كان الصحابة في غنية عن تلك الأحكام والقواعد التعليمية التي يتدرب عليها والتي تتعلم، وهي من علوم الآلة، هي من علوم الآلة. خطر بالسليقة وريح وجارة غدا وضي ونسمح يزيك من عربي الجاهلية صيغ الفاعل مرفوع والتمييز والمفعول به والمفعول معه وريح وجارة وهذه القواعد خطر السن يتمسلي عرفت بالسليقة. وكذلك الصحابة وهم عرب أقحاح، يعني طبعا معظمهم أو كثير منهم هؤلاء الصحابة السن تعرف، ولكن عن طريق السماع باش يدرف القرآن أكن في غران النبي عليه الصلاة والسلام. في أوائل مريم الحروف المقطعة 5 كاف ها يا عين صاد نغ ياسين. الياسين تكتب ياس، ولكن لو كان ياس والقرآن الحكيم هذا غلط، قد ياسين هكذا يعني تنقل عن طريق السماع. إذن فالسمع مصدر أساس للمعرفة والعلم. أماكن إزري البصر يعني ذيوث الأداة تموسني أتواليض أتصن تمثال يبضن يمذان يبضن يمسناون سيزري عن طريق المشاهدة عن طريق النظر سمغلي، ولكن لن تمثل عن طريق السماع. شو السمحة الصمزو هذه سل